السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ هنتكلم عن دفتر الاستاذ. طبعا انا حبيت ان انا اعمل دفتر الاستاذ في شكل فيديو عشان يكون الدنيا واضحه بالنسبه لك. تمام. دفتر الاستاذ ده في الايه؟ في الدوره المحاسبيه. الدوره المحاسبيه دي بتتم ازاي؟ اول حاجه تحليل العمليات الماليه. تاني حاجه التسجيل في اليوميه. بعد ما بنسجل في اليومية بناخد القيود دي ونوديها لإيه؟ لدفتر الأستاذ. وآخر حاجة بنعمل ميزان المراجعة. كلام جميل جدا. عندنا الأربع خطوات دول من الدورة المحاسبية فقط، ما عندكش قوائم مالية ولا عندك التسويات الجردية. تمام. تحليل العمليات المالية. تحليل العمليات المالية مش هتكلم فيها كتير. تمام. ليه مش هتكلم فيها كتير؟ لأن تحليل العمليات المالية دي إيه؟ من حيث المستندات. يعني أنت كمحاسب عشان تسجل العملية عندك، لما حد يقول لك مثلا سجل عملية عندك، عملية بيع أو عملية شراء مثلا بمبلغ 100,000 جنيه، تقول له فين المستندات؟ فين الدليل اللي يثبت إنك فعلا عملت عملية بيع أو شراء؟ فلازما المستندات. أنت كمحاسب ده طبقا لمبدأ الموضوعية، عدم تسجيل أي عملية في الدفاتر ما لم يكن هناك دليل على حدوثها. طبعا تحليل العمليات المالية بيتم وفقا لقاعدتين: الآخذ والعاطي أو قاعدة معادلة الميزانية. تمام. يعني مثلا لو قلت لك قامت المنشأة ببيع بضاعة نقدا، هتقول ايه؟ هتقول لي من حساب الخزينة إلى حساب المبيعات. كان المبلغ مثلا 10,000. تمام. هنا فين المدين؟ هتقول لي الخزينة. هو اللي خد المدين الخزينة، والعاطي المبيعات هو الطرف الدائن. ده بالنسبة لأول حاجة تحليل العمليات المالية. تمام، مش هتكلم فيها كتير لأن ما فيهاش كلام. طيب، تاني حاجة بنعمل إيه؟ التسجيل في اليومية. طبعا أنا عمال أتكلم معاك على التسجيل في اليومية، وأكيد طبعا فاهم بنسجل في اليومية إزاي. بنسجل في اليومية طبقا لقاعدة اسمها قاعدة الإيه؟ قاعدة القيد المزدوج. قاعدة القيد المزدوج. تمام، اللي هو ايه؟ لكل عملية طرفان، واحد مدين والتاني دائن. طبعا احنا عارفين القيد المزدوج ده نوعين: بسيط وايه؟ ومركب. احنا اخدنا الكلام ده مع بعض قبل كده. البسيط من حساب الى حساب، لكن المركب في الجانب المدين او الدائن موجود عندي ايه؟ اكتر من حساب. يعني من حساب الى مذكورين، او من مذكورين الى حساب، او الجانبين فيهم اكتر من حساب. ده بنسجل في اليوميه طبقا للقاعده دي. تمام. لو مثلا موجود عندي عمليات، قلت لك مثلا في يوم 1/1 قامت المنشأة بشراء بضاعة بمبلغ 50,000 جنيه نقدا. تمام. في يوم 5/1 قامت المنشأة ببيع بضاعة بمبلغ 100,000 جنيه نقدا. في يوم 13/1 قامت المنشأة بشراء أساس بمبلغ مثلا كام؟ بمبلغ 5,000 جنيه نقدا. تمام. انا مش عايز اطول بس عليك الفيديو، عايز انجز على طول تفهم بس الفكرة بتاع دفتر الاستاذ عامله ازاي. هنسجل ازاي؟ اول عملية، انت طبعا اكيد جاوبت دلوقتي الاجابة او الحل. اول عملية هنقول ايه؟ هنقول من حساب المشتريات مبلغ كام؟ 50,000 جنيه إلى حساب إيه؟ الخزينة 50,000 جنيه. طيب، تاني عملية هقول من حساب إيه؟ من حساب الخزينة إلى حساب المبيعات. المبلغ الموجود عندي كام؟ 100,000. طيب، تالت عملية كانت موجودة عندي ألا وهي عملية إيه؟
شراء أساس. ناخدها هنا عشان نعمل دفتر الأستاذ في الحتة دي. هنا شراء أساس تبقى من الأساس إلى حساب إيه؟ إلى حساب الخزينة بالمبلغ كام؟ 5000. 5000. كويس. وعايزين دلوقتي كده نعمل دفتر أستاذ المطلوب. عايزين أستاذ لحساب الإيه؟ لحساب الخزينة. جميل جدا. هنعمل دفتر الأستاذ إزاي؟ هنعمل دفتر الأستاذ حرف تي اللي احنا عارفينه وعمالين ناخده، حرف تي. هنا مبلغ بيان، مبلغ بيان. تمام، عملنا شكل دفتر الأستاذ. في الجانب هنا ده مدين منه، وده دائن له، وفي النص كده بنكتب اسم الحساب. عايزين نعمل حساب لإيه؟ أستاذ لإيه؟ لحساب الخزينة. كلام جميل جدا. نبص على الخزينة فين في الحسابات الموجودة عندي. ادي الخزينة، ادي الخزينة، ادي الخزينة. نبص على اول قيد. القيد الاولاني بيقول لك ايه؟ بيقول لك من حساب المشتريات الى حساب الخزينة. انت بتعمل دلوقتي استاذ لحساب ايه؟ بعمل استاذ لحساب الخزينة. الخزينة موجودة في الجانب الايه؟ موجودة في الجانب الدائن. موجودة في الجانب الدائن. اجي عند الجانب الدائن واحط المبلغ كام؟ 50,000. كده خلاص؟ لا، باخد الطرف المقابل لنص القيد الاولاني، يعني باخد من حساب المشتريات. تمام. طيب انا دلوقتي كده لو حابب ان انا خلاص فقط بقى من ايه؟ من القيد ده. لو عايز تقرا القيد ده هتقول لي ايه؟ هتقول لي من حساب المشتريات الى حساب ايه؟ الى حساب الخزينة. جميل جدا. طيب كده احنا خلصنا ايه؟ اول قيد، رحلنا اول قيد من حساب الخزينة. طيب تعالى في القيد الثاني، من حساب الخزينة الى حساب المبيعات. الخزينة هنا جت في الطرف الايه؟ في الطرف المدين بمبلغ كام؟ 100,000 جنيه. احط المبلغ في الجانب المدين هنا 100,000 جنيه، واخد الطرف الثاني الى حساب ايه؟ المبيعات. طيب لو حابب فكك بقى من القيد خالص، لو حابب تقرا القيد ده هتقول لي ايه؟ هتقول لي من حساب الخزينة الى حساب ايه؟ الى حساب المبيعات ب100,000. 100,000. كلام جميل جدا. نشوف الخزينة جت فين تاني. جت هنا في الطرف الايه؟ الدائن. مبلغ كام؟ 5000. فاجي هنا عند الطرف الدائن واقول مبلغ 5000. ها، في الطرف الدائن اقول مبلغ 5000 واكمل بقى نص القيد الاولاني من حساب الايه؟ من حساب الاساس. طيب لو حبيت انك تقرا القيد هتقول لي من حساب الاساس 5000 جنيه الى حساب الخزينه. اهو من حساب الاساس 5000 الى حساب الخزينه. تمام. ده شكل توضيحي كده بس عشان تبقى فاهم معايا في اللايف بمشيئه الله تعالى. لما اطلع تبقى فاهم الموضوع عامل ازاي. تمام. طب انت لو حابب تحفظ، لو انت حابب تحفظ، انا بعمل حساب للخزينه، ما ينفعش احط اسم الحساب. يعني انا بعمل استاذ لحساب الخزينه، ما ينفعش احط حساب الخزينه جوه الاستاذ. ينفع اقول لك انت اسمك ايه يا محمد؟ لا، كذلك الامر ما ينفعش احط حساب الخزينه داخل الحساب نفسه، باخد الطرف المقابل. طيب لو عايز تثبت معلومه عندك او حاجه عندك، دايما هنا بيكون الى حساب الى حساب الطرف الثاني للحساب اللي انت بتعمل ليه استاذ. يعني انا دلوقتي كده بعمل استاذ لحساب الخزينه. تمام. في القيد مثلا الاولاني بعمل هنا استاذ لحساب الايه؟ الخزينه. تمام. موجوده عندي في الطرف الدائن، فاخد المبلغ في الدائن. حطيت المبلغ في الدائن واخد الايه؟ الجهه المقابله للحساب الخزينه اللي هو من حساب المشتريات واحطها هنا. دايما هنا بيكون الى حساب وهنا من حساب. لو حابب اقرا القيد اقول ايه؟ من حساب الخزينه الى حساب المبيعات 100,000.
طيب لو في الجانب الدائن هقول من حساب المشتريات 50,000 إلى حساب الخزينة، أو من حساب الأساس 5000 إلى حساب الخزينة. تمام تمام. ففي الجانب المدين لو حابب تقرا القيد من فوق لتحت، من الخزينة إلى المبيعات. طيب في الطرف الدائن اللي هو الشمال من تحت لفوق، من المشتريات إلى الخزينة. تمام تمام. طيب لو حابب أنت بقى ترصد الحساب، بتيجي عامل إيه؟ تيجي رصد كده الحساب. هنا عندي مجموع الجانب دي كام؟ مجموع الجانب المدين مبلغ 100,000. طيب مجموع الدائن كام؟ 50 و5 55,000. المجاميع دي هنحتاجها قدام واحنا بنعمل ايه؟ ميزان المراجعة. تمام. مجموع الجانب المدين طلع معايا بكام؟ طلع معايا ب100,000. طب مجموع الجانب الدائن طلع معايا ب100,000. الكبير يسيطر في الجانبين، إذا 100,000. طيب والفرق بينهم، الفرق ما بين المدين والدائن يظهر في الجانب الأقل، لكن بيظهر في الجانب العكسي، يظهر في الجانب الايه؟ في الجانب الدائن. لكن هو ايه؟ رصيد مدين. تمام. مدين بيظهر بقى بعدها فين؟ في الفترة اللي بعدها مثلا، وليكن احنا كنا في 1/1، هيظهر في 1/2 هنا كده، اسمه رصيد منقول في مكانه الطبيعي بمبلغ كام؟ 45,000 جنيه رصيد مدين. عايز اقول لك حاجة كمان، ألا وهي إن حساب الخزينة يظهر زي طبيعته، اسم الرصيد بيكون زي طبيعته. يعني إيه؟ الخزينة عندي مدينة، فلذلك الرصيد بتاعها بيكون إيه؟ مدين. رصيد إيه؟ مدين، ولكن بيظهر في الجانب الإيه؟ العكسي، في الجانب الدائن. بس كده، دي ببساطة كان موضوع دفتر الأستاذ.